انا كنت زي كده بالظبط، مش مصدق غير لما شفت بعيني. في ظل التطورات والتحديثات اللي بتحصل للاي اي تولز، انا دلوقتي اقدر اقول لك ان اي حاجه انت مش قادر تنفذها او هتاخد في ايدك وقت لما تطلعها بشكل احترافي بقت بتتعمل بتخطيط زرار. خصوصا برنامج الستريتور عمله لنا انك تقدر دلوقتي تجيب الاوبجكت او الشيب ده وتعمل له روتيشن على جميع الاتجاهات زي ما انت شايف كده بالظبط. وعلشان كنت تطلع نتيجه زي دي كده، الموضوع ما كانش سهل خالص، كنت لازم ترسم مانوال او تشتغل على حاجه من البدايه. وتقدر انت تستخدم اي شيبس او كاركتر زي دي كده مثلا تستخدمها في تصميم السوشيال ميديا، او لو بتصمم كتب او حاجات معينه فيها شرح مثلا تقدر تعمل حاجات شبه دي كده بالظبط. الاداه دي موجوده على الستريتور النسخه البيتا. طيب ازاي تستخدم الاداه دي او تطبق الحاجات اللي انت شفتها دلوقتي؟ ده اللي هنشرحه في موضوع الفيديو النهارده. فمن غير ما اضيع وقتك حضر القهوه بتاعتك ويلا بينا نبدا موضوع الفيديو على طول. علشان تسطب وتستخدم النسخه البيتا دي هتيجي على كريتيف كلاود، دي طبعا الاول ابس، ولكن احنا هنيجي على البيتا وهتلاقي برضو هنا الفوتوشوب والستريتور واي برنامج بالنسخه البيتا، ولكن احنا عايزين الستريتور. فهتلاقي هنا كلمه تحميل او انستول، اضغط عليها وابدا افتح البرامج. لكن عشان تعمل كده لازم تكون مشترك في حزمه ادوبي. بص يا صديقي الفنان، هنبدا الاول بالشكل ده الانمي عشان لو في حد هنا بيحب الانمي ولا حاجه، تمام. وهنيجي على القائمه اللي فوق ونختار اوبجكت، وهتلاقي في حاجه اتضافت جديده اسمها تيرن تيبل، اضغط عليها واستنى لحد ما يحمل معاك. بيقول لك دلوقتي جنريتنج مالتيبلاي فيوز، هتستنى شويه دقيقه او دقيقتين على حسب برضو الصوره او على حسب التفاصيل او الديتيلز اللي موجوده في الصوره، ونستنى نشوف النتيجه تطلع عامله ازاي. طيب بعد ما خلص تحميل هتلاقي الصوره زي ما انت شايف كده، وهتلاقي السلايد ده والسهم تحت وسهم لفوق. تعالى شمال شويه كده، شفت السحر اللي بيحصل ده؟ طيب تعالى يمين برضه نفس الكلام معانا، شايف السحر اللي بيحصل؟ طيب انا دلوقتي عايز اجيبها من زاويه لفوق، اضغط على السهم ده كده وحرك يا معلم براحتك كده، ماشي. طيب من تحت مثلا زي ما انت شايف برضو نفس الكلام. طب انا عايز اخليها بالزاويه دي كده واعمل منها نسخه. بكل بساطه خالص هتضغط على انسيرت فيو، هيطلع لك نسخه تانية خالص هنا، يسيبها لوحدها وجرب تاني اعمل كده مثلا، وبرضه هعمل لها انسيرت فيو. زي ما انت شايف بقى معايا 3 نسخ، كل نسخه تقدر ان انت تعدل فيها برضه عادي، مفيش اي مشاكل خالص. طيب انا عاوز اخليها بنفس الزاويه اللي كانت موجوده، برضه ما تقدر تعمل اللي انت عايزه. فالموضوع دلوقتي بقى اسهل من السهوله خالص، ودي ميزه الاي اي على البرامج، بيساعدنا بشكل كبير جدا وبشكل خرافي، وبيوفر علينا وقت ومجهود كبير. استحاله تعمل حاجه شبه دي كده بنفس السرعه دي، بضغط زرار حرفيا تقدر تعمل كل الكلام ده. طيب انا دلوقتي معايا البرجرايه دي، تمام، عايز استخدمها في تصميم سوشيال ميديا مثلا. انا عايز اخد البرجرايه دي مثلا تلف شمال شويه او يمين شويه، هنيجي على اوبجكت هتلاقي تيرن تيبل ما ظاهره معاك، وده لانك مش عامل سيلكت او مش ضاغط على الشيب او الاوبجكت اللي عاوز تعمل له التيرن تيبل. هتيجي على اوبجكت تاني هتلاقي التيرن تيبل ظهرت معاك، اضغط عليها بكل سهوله كده ونستنى لحد ما تحمل معانا. الصوره دلوقتي حملت معانا، عايزين بقى نجيبها شمال شويه. تعالى يا معلم شمال او يمين برضه نفس الكلام، ولفها زي ما انت عاوز بجميع الدرجات اللي انت عايزها، ودي لفوق اهي او نجيبها لتحت شويه. فزي ما انت شايف كده الموضوع بقى سحر بصراحه. طيب دلوقتي انا هجيب دي كده. طيب انا عاوز البرجريه دي تبص يمه اليمين شويه، اخليها كده. طب انا عاوز اعمل منها نسخه وهي بتبص يمين كده، فبكل سهوله خالص زي ما قلت لك قبل كده تضغط على انسيرت فيو. طيب تبص شمال بقى كده برضه نفس الكلام، انسيرت فيو، ماشي. و هتيجي كده تخليها من زاويه عاليه شويه مثلا كده، نخليها بزاويه سفليه. طب انا عاوز شكل البرجر من الظهر، الف كده. فالموضوع بقى خرافي جدا، وزي ما انت شايف الاشكال دي كده تقدر تستفاد منها في تصميم سوشيال ميديا زي ما قلت لك، او في تصميم منيو او اي حاجه. فدلوقتي معاك 5 اشكال ب5 زوايا مختلفين، وتقدر تعمل زوايا اكتر من كده كمان زي ما انت عايز براحتك. طيب ناخد مثال تاني. طيب انا عاوز السكيت ده يظهر بشكل او بزاويه عاليه شويه، فاطبق نفس الكلام برضو، وهاجي كده من اضغط على السهم ده هيجيبها لي بزاويه عاليه، وابدا احرك كده يمين او شمال. الدنيا معاك سهله خالص يا صاحبي. طيب هعمل لها انسيرت فيو او نسخه جديده، وهبدا ان انا اخليها بزاويه من تحت شويه. الموضوع بقى اسهل من الاول بكتير. طيب الصوره اللي انت شايفها دي بي ان جي، ماهاش لا فيكتور ولا اي حاجه خالص. لو جيت اطبق نفس الايفكت ده عليها مش هتظهر معايا، ليه؟ لان دي صوره عاديه. هاخد التريكايه دي كمان علشان احول الصوره دي لفيكتور. هاجي على حاجه اسمها ايمج تريس من هنا كده من الايكون دي، او نجيبها من على ويندو ونضغط ايمج تريس،
تمام، هتظهر معاك بالشكل ده كده، واختار مثلا 16 كلرز، ونستنى لحد ما الصوره تتحول فيكتور ونشوف. الصوره اتحولت فيكتور، هنضغط على اكسباند كده ونفصل الخلفيه دي خالص، مش عاوزينها. تمام كده بقت الصوره فيكتور معاك، ما عادتش صوره بي ان جي عاديه. حلو كده، حلو. نيجي بقى على اوبجكت، او هتلاقيه في القائمه اللي فوق زي ما انت شايف هنا كده او هنا، فعادي اختارها من اي مكان مش هتفرق، ونستنى نشوف النتيجه هتطلع عامله ازاي. انا بحاول اجرب معاك اكتر من سيناريو علشان مفيش حاجه تقف قدامك وتعطلك. تمام، فنشوف كده. بعد ما خلص تحميل نبدا نحرك شمال كده ونشوف. حلو قوي. طيب نيجي على الظهر، برضو نفس الكلام زي الفل. نجيبها بزاوية عالية شوية، نفس الكلام برضو معانا، ومن تحت نفس الكلام برضو، ولكن في شوية أخطاء هنا بس كبداية حاجة جامدة جدا، وأكيد هتتطور مع الوقت. نفس الكلام برضو تقدر إن أنت تعمل دوبليكيت ليها، تمام، وتعدل فيها براحتك. وبكده صديقي نكون خلصنا فيديو النهارده. فطبعا لو حابب تشوف تريكات زي دي، او تشوف اخر التطورات اللي بتحصل في مجال الجرافيك او ادوات الاي اي الجديده اللي بتنزل وكل الكلام الجميل ده، طبعا ما تنساش انك تبقى عامل فولو هنا على القناه علشان تشوف كل جديد. اشوفك الفيديو الجاي على خير، سلام.